السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا القنصليات اللي كاينين في المغرب وفوقاش كيطلقوا المواعيد، وكيفاش أنك تعرف فوقاش كيكون الموعد بطريقة رسمية، يعني تعرف المعلومة من المصدر. أول حاجة كندخلو للموقع ديال PLS كما شفنا في الفيديوهات اللي قبل. غادي نخلي لكم الرابط ديال PLS أسفل الفيديو اللي هو هذا. هنا راه كاينة اللغة، كتختار اللغة اللي بغيتي، تقدر تختار العربية مثلا بحال هكا. من بعد كتشوف هاد القنصلية إلا تابع، يعني إلا كنتي تابع لأكادير ولا الدار البيضاء أو الناظور أو الرباط، يعني كتختار القنصلية إلا تابع. وباش تعرف واش من القنصلية راه غير في الموقع راه غادي تلقى المدن اللي تابعين لكل قنصلية مكتوبين تما، حاول تأكد منها باش متمشيش حتى لعندهم ويرفضوا ليك الملف، حيت هما راه كيديو على العنوان اللي في الباسبور، المدينة اللي كاينة في الباسبور بالضبط، ماشي في لاكارت ناسيونال، اللي كاينة في الباسبور. إذا نشوفو هاد المدن على سبيل المثال أكادير، غنضغطو بحال هكا على أكادير. من بعد ها هي هما المعلومات، تقدر هنا تخليها بلونجلي أولا تختار اللغة اللي كتفهم، راه عندك 4 اللغات، ديرو مثلا العربية. إذا هنا إلا جينا الفوق غادي تلقاو ها هي تتوفر المواعيد ديال الحصول على تأشيرة شنغن كل يوم جمعة الساعة الثالثة، يعني من أكادير كل جمعة مع الثلاثة كيطلقو غير سيمانة، هما كيطلقو غير سيمانة اللي كيطلقو في أكادير. بالنسبة للدار البيضاء، إلا دخلنا بنفس الطريقة للدار البيضاء، يعني غادي تنزلو لأسفل. هنا ها هما المتقدمون من الدار البيضاء، غادي تلقى بأن المواعيد كيتطلقو كل يوم أحد مع العشرة، يعني كل يوم أحد مع العشرة. وبالنسبة للدار البيضاء فيها 3 حالات، كاين K1 K2 K3. K1 اللي عندهم الفيزا أقل من 6 شهور أو ما عمرهم خداو فيزا، K1. K2 هادوك اللي عندهم الفيزا ما بين 6 شهور ونهار حتى لعامين وأقل من عامين. وبالنسبة لك3 اللي عندهم يعني فيزا شنغن في آخر 5 سنين، فيها أكثر من عامين، يعني عامين 3 4 سنين، يعني من 2020 كنهضرو على 2020 لهنا، يعني آخر 5 سنوات. إذا كل يوم أحد مع العشرة كما شفنا هنا بالنسبة لقنصلية الدار البيضاء. بالنسبة إلا نزلنا للأسفل هنا، إلا نزلنا للأسفل هنا في قنصلية الدار البيضاء، كيف ما كنلاحظو هنا هما دايرين هنا راه هدرو على حتى تطوان والرباط في نفس، يعني في المعلومات اللي دارو على قنصلية الدار البيضاء. هما تطوان يعني كل يوم سبت مع العشرة، كل سبت مع العشرة الصباح. بالنسبة للرباط كل سبت مع العشرة الصباح، يعني هاد المعلومات داروهم مع المعلومات ديال قنصلية الدار البيضاء. وغادي نمشيو ديال الرباط، ها هي ديال الرباط، غادي نلقاو تا هما بأن يعطيوك هنا واحد المعلومات هنا، وضروري الإنسان يبقى يشوف هاد المعلومات قبل ما يدفع. كيف ما كنلاحظو هنا في قنصلية الرباط في المعلومات اللي دارت هنا، مدارتلناش فوقاش كتطلق المواعيد، واخا حنا لقيناهم في الجهة ديال المعلومات ديال قنصلية الدار البيضاء، يعني هنا ما بانوليش هنا. إذا نشوفو القنصلية الأخرى هي قنصلية طنجة. في طنجة بالنسبة لطنجة كيطلقو كل شهر، يعني ماشي كل شهر، كيطلقو هما يعني شهر شهرين، شي مرات كيطلقو تا شهرين، بحال في شهر 11 كنطلقو شهر 12 كلو وطلقو شهر 1 كلو. كانوا المواعيد ديال شهر 1 تقريبا كانوا خاويين، مكاينش اللي بغاهم. حاليا راه مكاينش المواعيد ولاو صعاب شي شوية باش تشدهم، حيت مكتعرفش فوقاش غيطلقوهم. ولكن اللي بغا يشد مواعيد في طنجة خاصو يبقى يدخل على الأقل مرة في النهار، يدخل هنا يشوف المعلومات ياك مدايرين شي تحديث، حيت قبل ما يطلقو المواعيد راه كيطلقو في الصباح داك التحديث تيقولو بأن اليوم غادي يطلقو المواعيد، اللي كتلقاه في هاد البلاصة هادي، غتلقاه في هاد البلاصة داك الإشعار ولا داك التحديث غتلقاه في هاد الصفحة. بالنسبة لتطوان هنا ديجا هدرنا عليها، هي راه كيطلقو كل سبت مع العشرة الصباح في تطوان. بالنسبة للقنصلية ديال الناظور، هما راه كيطلقو المواعيد تا هما كل يوم سبت، هما كيطلقو المواعيد كل يوم سبت، كل يوم سبت مع العشرة، و تيطلقوها سيمانة بسيمانة. معرفتش واش مازالين دابا كيطلقو سيمانة بسيمانة أولا كيطلقو شهر، يعني كتلقاها هنا بالعشرة. وكما قلت لكم أي واحد باغي يشد المعلومة في شي قنصلية من الأحسن يبقى يدخل يبقى يقرا هاد المعلومات اللي كيطلعو هنا، ماشي كيطلع هاد الميساجات وتحيدو هنا بالأحمر كان يعني تحيدو بلا ما تقرا المعلومات اللي كاينة. حاول ما أمكن بقا تقرا هاد المعلومات اللي تيكونو هنا، إلا كان شي جديد، إلا كان شي تغيير في شي وثيقة ولا شي حاجة راه كيديرو دوك المعلومات هنا. والله ييسر للجميع، الله يوفق.